دنباش گهدارن هیوی از ختام یوسف بورمات خلق کنودش برنامه کسری به هیویان و خلق مایا ایرو دا ام میوانداری مالا باوی حسن دا ام چیروکاوی و کسران بپیزن. لی مخابن باوی حسنش کم اندامی خواب سدما شللا نصفی نکارش مرب آخوه. وش برویه که هفشیناوی و کسر و زحمتی خوا و یه باوی حسن بمرا پارو بکن. أهلا وسهلا فيكي ببرنامجنا. أهلا وسهلا. تعرفين عن حالك أم محمد؟ والله أنا فضة محمود موسى من تل الصدق. أم محمد تحكي لنا قصتك شلون تزوجتي أبو حسن وشلون صار معه الشلل النصفي والمشاكل اللي واجهتكم بحياتكم. والله أول ما خذيت الحج كان طيب ما في شيء، والله عمره شقد. وتزوجتي قديش كان عمره؟ ما أعرف، والله صار لي 6 سنين مزوجة عنده خذيته. وتزوجتي ما كنتي بتعرفي عمره؟ لا والله هلا ما أعرف عمره شقد يعني. طيب شلون صارت الجازة؟ والله صارت الجازة راح يشتغل عند بيت أختي وتصادفنا هناك وصارت يعني صار النصيب. والله وبعد ما تجوزنا جينا عند حرمته مشلولة، صار لها يمكن 6 سنين مشلولة، صار النصيب. قال لي جاني على البيت قال لي فضة بدنا خيطه يصير نصيب، أنا عندي مرة معاقة بالبيت، إذا تقدريني وتحترمينها أنا زادين يعني قدر بعض من نحترم بعض. قلت له والله أحسبها مثل أمي، حسبة أمي أحسب. والله تجوزنا كانت عندنا بنته هنا بالبيت ورحنا شهر عسل على الشام أنا والحج وحرمته زادت بنته بالشام. والله ظلينا 15 يوم بالشام شهر عسل يعني. وجينا لجاي حرمته مرضانا يعني معاقة مشلولة. احنا وهو نداريها يعني مدارة أنا وهو نوبات تطلع على الشغل هو يعمر معمرشي يعني وأنا وهي نضل بالبيت. والله اعتبرها مثل أمي، أغسلها أحممها أطلعها برا يعني نقعد برا نتهرج. هو يروح من الصبح ما يجي للمساء كان يعمر. وهاي حالة الدنيا ضحك شلون زادني جوزي صار معاق يعني بعد ما توفت حرمته زاد. قبل أن توفى حرمته جوزي صار معاق. قديش صار متوفين؟ صار له يمكن تقريبا سنة وشوي، سنة و3 أشهر، سنة و4 أشهر يعني. والحكي إمتى صار معه شلل؟ والله صار له 3 سنين من بعد عيد الأضحى الماضي، صار له بهالسنة هاي 3 سنين معاق. يعني لسه مرته كانت عايشة؟ مرته عايشة لساتها ذاك الشهر طيبة. والله رحت عندنا أرض رحت يخمها وجانا مرضان مشلول يعني. كنا بأيام عياد يعني أيام العياد وحرمته ذيش عند ابنها وأنا والله بالبيت. وجتنا خبرت علي بنته قالت لي فضاء، قلت لها قالت والله أبويا بالمشفى مرضان. قلت لها لا والله أبوش بالأرض. قالت لا والله أبويا مرضان، تعالي على المشفى شوفوا يا أبوي. والله يوم أنا جيت شدانه ولقيته مرضان وتعبان خالص يعني منتهي. وتعرفين الوحدة يوم يصير معها شيء هذا تنهار خالص يعني. والله اتصلت على أخويا واتصلت على جيراني وفزعة معادين يعني علي. أنا تركت البيت ورحت. أخويا يدق بالباب قالت له أمي والله أختك راحت ما ظلت لها. والله قالت لي طبق هدوم أبوي جيبين. والله السيارة تجيبني منين سيارة تجيبني؟ تلقينا أخويا عند المشفى يوم إني فتنا البنات كلهن وأولاده وجناينه حالا من معبد جاي وأنا ما عندي خبر. اتصلت علينا بنته هاي اسمها عمشة هسه بالعراق. قالت وين فضة؟ قال لا والله ما نستقر نخبرها شو نقولها. قالت لهم والله أنا بدي أمي أحسن من أبوي، تريد تموت خلت تموت مع أبوي. يعني نحب بعضنا أنا والحج يعني كثير نحب بعضنا يعني نقدر بعضنا حيل الحمد لله. وانا تقول ويوم من جيت شدان اتصلت علي بالهاتف ورحت شدان ولقيت الحج مشلول. وتعرفين واحد نهار انغموا علينا يعني تعرفين. أم محمد تحكي لنا عن اليوم اللي صار مع الحج شلل. والله حجي راح على الأرض وجابوا جماعة زاد من قرية قاعد يفلحون بالأرض وشايفينه وجابوا جعل الجماعة قالوا يا أخي هذا تعرفون الزلمة هذا الزلمة ختيار يعني ما يعرفوا. خبرهم ابنه أبو السيارة جايبه شايفه صاحب السيارة دايخ وواقع بالأرض. يوم إنه جاي العمى الزلمة هذا صار له ساعة نايم لهلا ما فاق. يجاي يزلمه قلبه إنه ميت يعني مو طيب.
الزلمة قال لي داخذه بخيري على هالمشفى. مر على جيرانهم قالوا خير تعرفون هالزلمة؟ قال والله احنا ما نعرفه. قال لابنه قال يا اخ تعرف هالزلمة؟ قال اي والله هذا حج ابراهيم. اي والله هذا حج ابراهيم. جايبينه على المشفى. يوم جابوه على المشفى اتصلوا علي قالوا تعالي، بنته خبرت علي قالت تعالي شوفي جوزك ترى مرضان مخطر. يوم من رحت لقيت جوزي مرضان، يوم من رحت لقيت جوزي مرضان صار معايا يعني انغمى علي وابكي وانهارت يعني وطبيت بالقاع. جاب ولد الدكاتره فزعوا علي الدكاتره بنات وقاموا يصيحن فزعن علي قالوا هسه زاد فضت موت مثل ما مات ابوي. وفزعت عاد علي الدكاتره زادن ضربوني ابر شي ساعه ساعتين وقاموا يضربوني شفت افقت من الغيبوبه زاد صرت بغيبوبه يعني مرضت شرد السوء. وانا والحج الحمد لله لا تزاحلنا بحياتنا ولا شيء. والله يوم كان هو بالمشفى ظل 10 ايام بالمشفى بغيبوبه وحرمت ذيك ببيت ابنها. كل ما تقول اخذوني على البيت يقولوا لها الحج يفضى بالعراق مو هنا راحوا على العراق. تقول لا بدي اروح على البيت. يخليناها 3 أشهر وما تدري بالحج يعني شي 3 أشهر شهرين اكيد يعني ما درينا بهالشيء. يوم جت لقيت الحج مشطح وقامت تبكي وهي زاد معاقه مشلوله. والله يعيننا الله يساعدنا. شو كانت اعاقتها؟ والله شال النصف زاد جلطه دماغيه والحج زاد جلطه دماغيه. الحجي كم ولد عنده؟ والله الحمد لله عنده 7 بنات و4 أولاد. ناس هنا ناس بالعراق بناته سافروا مع العراق أولاده هنا. والله ننظفها والله الحمد لله من فضل الله. والله ما نطلع البيت يعني ما أقدر أغيب عن البيت ولا شيء. لا أطلع على جار لا أطلع على شيء. أنا وياه كل 24 ساعة بهالبيت ما نطلع على حدا. متركين ابنك والله مثل الطفل الصغير. ابنك ما تقدرين تتركينه وهو زاد ما تقدرين تتركينه يعني حالته يعني وضعنا مو زيادة يعني وضعنا تعبان يعني حيل تعبان يعني. أم محمد شلون بتعيشوا؟ مين بيصرف عليكم؟ والله الله موجود وقاعد عندنا دكان نصرف على حالنا مأجرين وقاعد بالآجار كل آجار 5000 قاعد مأجرين هالدكان عايشين منه. أولاده بال4 أشهر 5 أشهر تيساعدونا ب10,000 طونا يعني كل 4-5 أشهر تينطونا 10,000. وتعرفين دواء وحكمة وبيت بده مصروف وما عندنا مصروف. والله ايش بدنا نسوي؟ أما محمد أنت ما عندك أولاد مو؟ لا والله أولاد ما عندي. هاي صار لي 6 سنين ما خلفنا ما عندنا أولاد. والله كريم إن شاء الله الله كريم إن شاء الله يصير لنا من الحج. أما محمد شو اللي خلاكي تتزوجي أبو حسن وهو وضعه هيك أو وضع مرته هيك؟ والله وضع الحمد لله ما كان هيك وضع الحج ما كان الحمد لله وضعه هيك. بس جيت قلنا نكسب حسنة أو جينا قالوا حرمتي معاقة وجينا قلنا نتوكلنا على الله وجينا والحمد لله نغسلها ونطلعها برا ونمشطها ونحممها والحج يروح على الشغل ويرجع من الشغل الحمد لله. والله ونقعد قدام الباب ونستقبله. والله أنا ومرته أول شيء الحمد لله مكيفين مبسوطين ونحممها ونغسلها ونطلع برا ونشيلها على الكرسي ونمشطها ونغسلها يعني نجهزها على 24 أو نقعد برات الحوش نستنى جوزنا تايجي من الشغل. وجوزي معمرتي وهسه ما عاد لحد يعمرنا ولا عاد حدا يجيب لنا. أما محمد أبو حسن ما بيقدر يحكي بتفهمي عليه؟ والله أبو حسن أول مرته ديش أفهم عليها شو بدها طلبات بدها أكل أفهم عليها بدها مي أفهم عليها شو بدها تطلع هين بدي أفهم عليها. الحج زادنا أبو حسن زادنا أفهم عليه كل شيء. أولاده ما يفهمون عليه أنا أفهم عليه. بيحسسك انه عم تتعبي معه؟ يعرفني اتعب معه يعرفني حيل اتعب معه يعني اما بغير انا وهو بهالبيت. اذا ما انا اتعب عليه هو شنو بده يتعب عليه؟ والله انا تعبان عليه حيل تعبان عليه من المصروف اولا ومن بعدين زاد الحج زاد اتعب عليه حيل يعني. بس الحمد لله يقدرني يحترمني صحيح ما يحكي بس يقدرني يحترمني ويعرف وجعي يعني يحس بي يعني هو حاسس بي يعني وانا حاسس بي يعني الانسان يحس بالانسان. والله يتعب علي بالحيل يعني زيادة نوبات بالليل يتعب علي حيل زيادة. والله نوبات يوم انه يقح يتعب زيادة
صدره ووجهه وإيده وجسمه كله يتعب يعني، يمرض حيل يعني، يصير معه حرارة زيادة. نوبات يشرب مية يقص المية يقص بيها. بقى كل الليل أظل يعني جنبه إلى الصبح، أظل سهرانة للصبح عليه، أظل سهرانة يطيب الصبح. وعندنا حبوب والله أنطيني إياها بلشي أقول يطيب، والله يتعب بالليل حيل زيادة يعني. الدكاترة عطوكم أمل إنه يشفى؟ والله الدكتور خذنا على الدكتور عنتر إبراهيم بالغامش، قال والله إن شاء الله هو الأمر عند الله، بس إن شاء الله بأمل. والله هاي صار له 3 سنين ما ظل أمل يعني يا أخت، ما ظل أمل، والله الأمل عند الله. بس والله هاي صار له 3 سنين، وهاي جتنا السنة الرابعة يعني، لأنه بده ينطق كان نطق بسنتها بس ما نطق. أولاده ما بيسألوا عليه إنه يعالجوه مثلا؟ والله أولاده يجونه يعني كل فترة، كل 4 أيام 5 أيام نوبات أسبوع، يطلون علينا شي ساعة نص ساعة ويروحون يعني على بيوتهم يروحون. زاد جماعة عندهم أشغال ويشتغلون بالبيت. والله العلاج عند الله. ناخذوا على القامشلي أنا وأولاده، ناخذوا مراجعة على القامشلي كل فترة، كل 6 أشهر 7 أشهر ناخذ مراجعة على القامشلي أنا وأولاده. إمام محمد لحد هلا كمان رضيانة بقدرك؟ الحمد لله، هذا قدرنا وقدر الله، وأنا راضي بقدر رب العالمين. الحمد لله، الفضل لله، والله الحمد لله أنا راضي، وهذا قسمتي ونصيبي من عند الله. خذت الحج وصار شدان. والله جماعة من قرايبه ومن أهله قالوا لي اتركي عيفي، زلمة مرضان معاق مشلول، انت ساتج صبية روحي شوفي دنياتك تجوزي وشوف بتتربي تصيرش طفلين 3. قلت أنا والله حج إبراهيم ما بدلوا بالدنيا، جوزي ما أنطي مال الدنيا. فعلا إذا ينطوني مال الدنيا جوزي أبدا، لأني هو يحبني وأنا أحبه، قدر بعضنا يعني تقدير فوق الحد يعني. وده حقي أنا أتركه صار معاق، أول ما تركنا بعضنا وبعد ما صار معاق. والله كلها قالت لي اتركيه الزمن ميت ضلين تخدمينه يعني كمل الجهل، يصير ما يموت ب20 سنة 50 سنة. قلت لهم أنا أظل أداري جوزي ما حد له علاقة، أنا جيزة ما أتجوز، وإن شاء الله أنا وحج إبراهيم نموت بيوم واحد، يوم يموت حج إبراهيم نموت أنا هو سوا. أنا أحب بعضنا حيل يعني زيادة، والله الحمد لله. عدين جوزي طيب، أنا أحس حالي مالك الدنيا كليتها، والحمد لله شفته تسوى الدنيا ما بيها. والله نقعد بالليل نتهرج يعني نفهم على بعض، نتسولف نتهرج، يقول له فلاني تسولف يعني يعرف الناس يعني. الحمد لله ذاكرته قوية، يعرف الناس كلها يعني، اللي يروح واللي يجي، عرف الدنيا كلها، تعرف قرايبه وعرف أهله. ذاكرته الحمد لله ما بس صارت معاشلة النصف يعني، صار معاشلة، والحمد لله ذاكرته قوية. ظل 4 أشهر رجعت عليه الحمد لله ذاكرته شوي قامت ترجع الذاكرة يعني. أول بغيبوبة ما أجي 4 أشهر ما خالص، ما بغيبوبة نهائي يعني، ما يعرفنا ولا أبدا. وأني والله أني أفوت عليه، أني أحممه، أني أجهزه كل شيء، أني أجهزه من كل شيء يعني. أولاده أقول لهم ما لكم علاقة بأبوكم، هذا جوزي. وكان ذاكرته رايحة؟ ما والله ذاكرته رايحة خالص يعني، ذاكرة ما عنده ذاكرة يعني نهائي. والحمد لله ذاكرته بعد 4 أشهر 5 أشهر شوي قامت ترجع الحمد لله، ورجعت الحمد لله ذاكرته. أول الدكتور قال خالص هذا يعني ذاكرته ما ترجع، والحمد لله ذاكرته رجعت. أنا يوم جيت على المشفى إيش قالوا لي أبونا نايم يعني، قاعد نضرب أوبر نايم. قلت له صار له 3 نهارين نايم بغيبوبة. قالوا لي تركي قاعد نضرب أوبر. تكون تاني والممرضين يعني،
والله طردتهم من الغرفة. قلت لهم أنا بدي جوزي يفيق علي، ما بدي جوزي يظل نايم، أريد يفيق علي مشان أطلع من المشفى. ترى جوز بغيبوبة وأنا ما أدري، ما أعرف. أولي مرته القديمة زاد مشلولة، زاد بغيبوبة كانت أولي، أولاده يعرفونه بغيبوبة بس أنا ما أعرفه بغيبوبة. وجبنا على البيت بغيبوبة خالص يعني ما يعرف حدا. جبنا له تخت وحطيناه على التخت وظلينا يعني. وهالحمد لله وهسه عاني أداري للحال، هسه أداري والله. وضعنا مو تعرفين انت، والله هو زاد وضعه مو زيادة يعني، يمرض يعني بالليل حيل يمرض، كل 4 أيام 5 أيام يمرض. بس الحمد لله يعني شوي شوي الواحد شريد يسوي. الحمد لله هذا أمر الله، احنا راضين بأمر الله. تعاملوا معك ومع مرته الثانية شلون كان؟ والله تعاملنا الحمد لله اثنيناتنا كويس يعني، اثنيناتنا قدرنا أنا وحرمته. بالعكس هذيش عملنا يعني تعرفين معاقة يقدرها أكثر يعني، وأنا زاداني حرمته. اثنيناتنا قدرنا، بس التقدير ديش الحرمته أكثر لأنها معاقة يعني. هو يقول لي يا فضة حرام ونداريها، وبدشي الله يكرمنا بكرمه ونشيلها ونجيبها، والحمد لله من فضل رب العالمين. والحمد لله راحت على العراق ومرضت، أخطرت بالعراق وجابوها على بيت ابنها، جابوها على بيت ابنها، حطوها عند بيت ابنها 10 أيام. كنتو خبرت علينا، خبرت علي، قالت لي خلي بنته تجي، عمتي قامت تستفرغ دم، تكب دم. أنا ما رحت، أنا كنت زعلان من ابنه. جاب ابنه السيارة وخذه، قال لي هرواحي أمي طالبتك مشان تشوفك يعني. قالت خلا تجي هي والحجي. قلت له أنا ما أروح، خيو هذا أبوك أخذوا بالسيارة، أنا ما أروح معاكم. والله رحت خدم الحجي طول شي 2 ساعة وجانا الحجي، وإن الحجي يبكي. قلت له شبيك حجي تبكي؟ قال لي يعني زعمنها مشطحة تعبانة زيادة تستفرغ دم. رحت أول نهار على ابنها، رحت والله السبت عليه ما طاينطيني إياها، ورحت الخميس ما طاينطيني إياها. جانا خبر على بنته، كانت دقت علي قالت لي تعالي عمتي قامت تستفرغ دم، جيبي بنته وتعالي معي. قلت للحجي أنا بدي أروح أجيب بنتك، أنا أروح أجيبها. والله رحنا أنا وبنته من هنا نركض ونسيبه تا وصلنا بيته. ولما إن رحنا لقينا بنته الأخرى بعدنا في البيت. وإن يقولون هاي مسؤولية أبويا، كفي مسؤولية أبويا، زاد بدك تاخذين أمي مسؤولية وأبوي مسؤولية. قلت أنا معلم على هالشي، الحمد لله ربنا منطين ملهمنا الصبر. أنا متعلم على هالشي، هي مشطحة والحج مشطح، بدي أنا أربيهم اثنيناتهم. جبناها الخميس الجمعة وجبناها، والله جبناها شايلينها بالبطانية أنا وبناته، جبناها بالبطانية. كان أقول للحجي يا حجي هذا أنت وهي حرمتك، خيو اشبعوا من بعضكم. شوف ربما سبحان الله الإنسان تصير عمرها هالمرة ما تعرف من قامت تستفرغ دم، عرفناها يعني انتهت. قال لي ابنها ما أنطي أمي. قلت له والله بدي أخذها إجباري، جوزها طالبة، أنت مو أبدأ من جوزها أبدأ منك. لا والله تروح على بيتها أحسن، والبيت بيتي وبيتها وبيت جوزي، لا تروح تموت ببيتنا أحسن ما تموت عندك. كان أقضب وأجيبها، جبتها على البيت. قلت لها أول شيء تروحين معاي ألا تظلين؟ قالت لا أروح معاك، ومسكتني من إيدي قالت لي ما تقومين الا اخذش معي. قلت لها يلا امشي معي، هي ما تقدر. قلت له هسه اشيلها بين ايدي واخذها. قال لا امي ما انطيها. قلت له والله بدي اخذها. عجبك ما عجبك بكيفك، انت مو احسن من جوزها، بدي اخذها على جوزها. والله جبناها هنا، ظلت عندنا اسبوع من الجمعه للجمعه، ونهار الجمعه على الصبح حممناها وجن بنات من العراق كليتنا. اتصلت عليهن قلت لهم تعالن امشي يعني منتهيه.
جن عاد بناتها احذرنها، وحده ظلت عندنا نهارين وحده ظلت تجي 4 أيام 5 أيام، شافن امهن يعني. جت عادينا جن بناتها، هذا الصبح حممناها، العصر بقدرة الله بعد صلاة العصر توفت، نهار الجمعة العصر توفت، شلناها على العصر دفناها والله. والله العظيم النوبات أتذكرها يعني ما أحسبها، يعني مو كأنها ذرة لي، أنا وهي ذراير بين بعض، كأنها أمي. والله أحسها أني مثل أمي، يعني صحيح مرة يعني كبيرة بالعمر وأقدرها وتقدرني هي، إذا بشوية عصبية بس طيبة، هي حنونة يعني. والله دائما تحضني تحبني، يعني نحب بعضنا، يعني أما أقعد أقلب بجانبها تقول لي تعي اقعدي هنا بجنبي دائما يعني. والله يوم منها مرضانة وقلت لها يا أم حسن، قلت لها خيته أريدك تسامحي لي الحجي وتسامحيني. قالت أنتم مسامحين، مسامحة أنت والحجي. والله وفسخت لي خاتم ذهب وأعطتني إياه، قالت أنت كنت تغسليني كنت تطعميني، انت مثل امي هي. ابو حسن تشاوي ابو حسن كي درت شوي صار لي 3 سنين، صار لي 3 سنين مرة بهالحالة يعني. بس تو كذا راد يشدش جسمه كله يعني ما يقدر، يعني شايفه رجله معاقة صارت بجلطة دماغية، والدكتور قال إن شاء الله وما ما صار شيء، قال بتشي ينطق. أبو حسن تقايلي صار في الضا تقايلي صار في الضا والله عنده بنت اسمها عمشة كويسة، وعنده هدية، وعنده سهام، عنده زهرة وأمينة حمدية، كل بناته كويسات والله، كل بنات حج إبراهيم. أولاده والله بناته أحن من أبونا عليهم، البنات أحن من الأولاد. صحيح أولاده يجون ويفوتون ويطلعون، يعني هم أولاده كلهم يحبهم يعني، بس بناته أحن من أولاده عليه والله. وعطول يتصلون علينا شلون أبونا وشلون أبونا، والحمد لله أبوهم طيب الحمد لله، أو ترانا عايشين. أم محمد شو بتقولي لك كل مرة وضع مثل وضعك؟ والله أقول كل مرة مثلي ومثال، الله يصبرهن ويلهمهن الصبر، والله إن شاء الله يكون معاي ومعاهن. والله الوضع يعني كل وحدة عندها مرضان ومشلول بالبيت، هي مرضانة، جوزها مرضان، هي زاد مرضانة مثل جوزها يعني. أو كل مرة الإنسان هو ضميره، والله كل مرة الله يعينها والله يصبرها، وأنا إن شاء الله وحدة منهن من الصابرات إن شاء الله إن شاء الله يصبرني على هالشيء. أم محمد بنتشكرك كتير. الله يسلمك يا أبوي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي مرة تانية. الله يسلمك يا أبوي، يا ميت أهلا وسهلا. گهدارن هجا ام هیویا روژ خوش دکنش باوی حسن را و مال باطاوی را روژن بی ایش و بی کسر. گهدارن هیوی ام گهان داویا برنامه کسر بی هیویان و حتی خلق کادن و میوان دن هم بمینند خوشیده.